لا يمكن لأي دولة على الأرض أن يكون لديها مصلحة في أن تشاهد هذه العصابة من المجرمين يزودون نفسهم بالسلاح النووي والصواريخ. إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة كبيرة وصبر كبير، ولكن إذا اضطرت الدفاع عن نفسها أو عن حلفائها فلن يكون أمامنا من خيار سوى أن ندمر تدميرا كامل كوريا الشمالية. رجال الصواريخ يقومون بمهام انتحارية له ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة وقادرة وراغبة، لكن نأمل أن ذلك لن يكون ضروريا. هذا هو ما ينبغي أن تقوم به الأمم المتحدة. هذا هو فحوى ومغزى وجود الأمم المتحدة. فدعونا نرى كيف ستتصرف الأمم المتحدة. آن الأوان لكوريا الشمالية أن تدرك بأن نزع السلاح النووي هو مستقبلها الوحيد المقبول، وأن مجلس الأمن في الأمم المتحدة أصدر قرارا بالإجماع بقرار شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية، ونتقدم بالشكر للصين وروسيا لأنهم انضما إلى هذا التصويت في فرض العقوبات على كوريا الشمالية مع بقية أعضاء مجلس الأمن.